إخواني أخواتي، السلام عليكم. أتمنى أن يكون الصوت واضحا. مهم بعد غياب لمدة معينة لأسباب شخصية تتعلق طبعا بالدراسة والإعداد للعمل إن شاء الله. عدت من جديد وسأظل إن شاء الله في تواصل معكم للتطرق لكل المستجدات. اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما تعلمون جميعا سأتطرق طبعا اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، وسأتطرق بهذه المناسبة لوضعية حقوق الإنسان في شمال إفريقيا. ستكون هناك، سأجري نوع من المقارنة بشكل مختصر بين وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفي الجزائر. وطبعا سأستغل الفرصة لأتطرق بشكل مختصر، يعني أعطي وجهة نظري للمستجدات التي تعرفها قضية الصحراء. سأعطي وجهة نظر ورأي موضوعي ومستقل وبشكل محايد وموضوعي طبعا، وقراءة خاصة لقضية النزاع الصحراء. طبعا هذا سيكون بشكل مختصر، وفي الأخير لنفتح المجال للنقاش وللأسئلة. طبعا هذا التواصل سيكون بشكل مباشر، بشكل تواصل يعني لقاء تواصلي تفاعلي. كما تعلمون أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذكرى السنوية 10 دجنبر، بدأ تخليد هذه الذكرى السنوية منذ 10 دجنبر 1948 بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول إعلان أو ميثاق عالمي شامل يتعلق بحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يعني بشكل مختصر، لأن الوقت لا يتسع للحديث على جميع المعطيات المتعلقة يعني بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك للتطرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إعلان أخلاقي غير ملزم، وهو أول ميثاق لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا بعد المآسي الإنسانية التي عرفها العالم خلال الحرب العالمية الثانية، كانت هناك ضرورة لإيجاد اتفاقيات ومواثيق دولية لحماية حقوق الإنسان وللحيلولة دون تكرار المآسي الإنسانية التي عرفها العالم، سواء خلال الحرب العالمية الأولى أو خلال الحرب العالمية الثانية. فكان هذا الميثاق طبعا الذي ظل إعداده يعني أكثر من سنتين، شاركت فيه وفود يعني ممثلين عن مجموعة من الدول، من ضمنها كان مشارك ممثل عن لبنان، عن فرنسا، عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن بريطانيا. قاموا بصياغة هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطبعا تم المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة. هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتضمن مجموعة من الحقوق التي هي حقوق مفصلة وعامة. فمثلا نجد أنه يتحدث عن حقوق الطفل، عن حقوق المرأة، عن منع التعذيب، عن حرية التعبير، عن حرية المعتقد، عن منع الاختفاء القسري، عن حرية
الصحافة يعني عن الحقوق المدنية والسياسية، عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن كان بمثابة إعلان أخلاقي غير ملزم للدول. وهذا ما يفسر أنه معظم الدول صادقت على هذا الميثاق، لأنه غير ملزم ولا يكلف الدول شيئا. بعد ذلك جاءت الاتفاقيات الأخرى التي كانت قامت بتفصيل ما هو مجمل في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كان هناك، نجد أنه كانت اتفاقية حماية اللاجئين لسنة 1951، وبعد ذلك كانت هناك الإعلان أو يعني كان هناك طبعا الميثاق للأمم المتحدة الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكان هناك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. بعد ذلك طبعا كانت هناك حقوق أخرى مفصلة، وهي حقوق الطفل، حقوق المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع المعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة، وكذلك اتفاقية مناهضة جميع أشكال الاختفاء القسري. كذلك كانت هناك اتفاقيات أخرى. هذه الاتفاقيات كانت يعني تتضمن آليات ملزمة عكس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتضمن آليات التنفيذ طبعا. وكانت هناك اتفاقيات أخرى ملزمة بمثابة مثل ميثاق روما بمثابة القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998. طبعا هذه الاتفاقيات ما زالت يعني هناك اتفاقيات أخرى هي قيد الإنشاء والمناقشة، وسط هي مشاريع اتفاقيات. هي طبعا هذه الاتفاقيات نجد أنها تتطور ويتم إيجاد اتفاقيات جديدة. فنجد أن هناك بعض الحقوق الجديدة مثل الحقوق البيئية، ثم هناك الحقوق المرتبطة بالتطور التكنولوجي وبالثورة المعلوماتية، وهناك يعني هذه الحقوق تتطور. لكن طبعا نظرا لأن هذه الحقوق تعكس الضمير الإنساني العالمي وتصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتساوى فيها أصوات جميع الدول، فإن هذه المواثيق الدولية أو الاتفاقيات الدولية تشكل تعبير عن الضمير الإنساني العالمي، عكس ما يظن البعض بأن هذه الاتفاقيات هي تعكس إرادة الدول العظمى، يعني الدول المهيمنة على العلاقات الدولية أو المهيمنة على قرارات الأمم المتحدة. هي عكس ذلك، يعني هذه الاتفاقيات هي صادرة عن الجمعية العامة التي يتساوى فيها صوت الولايات المتحدة الأمريكية مع صوت الصومال، مع صوت إثيوبيا، مع صوت أصغر دولة يعني في العالم. لكن للأسف أنها لا تستند إلى آليات، لا تستند إلى القوة في التنفيذ، عكس القرارات السياسية الصادرة عن الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الذي تتحكم فيه الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، والتي طبعا لديها حق الفيتو. ولهذا نجد أنه حتى القرارات الصادرة عن هناك مجموعة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تهم إما قضايا حقوق الإنسان أو قضايا بعض الشعوب، هي قرارات عادلة لأنها تعكس إرادة المجتمع الدولي، لكن تبقى حبرا على ورق. ومن ضمن هذه القرارات نجد القرارات الجمعية العامة المتعلقة بمجموعة من بؤر التوتر
الإقليمية، ومن ضمنها قرارات تعلق بالقضية الفلسطينية ومجموعة من القضايا الأخرى تبقى حبرا على ورق لأنها لا تستند إلى القوة، في حين أن نجد أن معظم القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن يتم تفعيلها بالقوة، لأنها غالبا ما تعكس إرادة الدول العظمى أو الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي لديها حق الفيتو. وطبعا وهذا ما يفسر أنه هناك غياب العدالة على المستوى الدولي، وهناك استمرارية لمجموعة من البؤر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مجموعة من المناطق في العالم، لأنه ليست هناك إرادة حقيقية من الدول المتحكمة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن في إيجاد حلول ووضع حد لتلك المآسي الإنسانية. وخير نموذج على ذلك نموذج سوريا، بحيث أن الحل ليس في يد الأمم المتحدة وإنما في يد دولتين مهيمنتين على قرارات الأمم المتحدة وعلى العلاقات الدولية، هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني يكفي إذا كانت هناك إرادة حقيقية لكل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في حل بعض البؤر التوتر العالمية التي تشكل وسمة عار فوق جبين الإنسانية، وكذلك هي مآسي إنسانية مستمرة. طبعا لو كانت هناك إرادة حقيقية لهذه الدول لتم وضع إيجاد حل لهذه الدول، لكن طبعا هذه الدول في معظم الحالات أنها تراعي مصالحها الخاصة على حقوق الإنسان. وهذا ما نجده في أنه حتى بعض الأنظمة الدكتاتورية يتم التعامل معها بشكل ودي، ويتم إبرام معها اتفاقيات تتعلق إما باتفاقيات اقتصادية، تبادل اقتصادي، أو حتى اتفاقيات عسكرية، مع علم أن هذه الأنظمة الدكتاتورية تستعمل هذه الأسلحة في قمع شعوبها. وقد رأينا كيف أنه يعني أتكلم من الجانب السياسي، من الجانب الحقوقي نجد أنه حتى النظام مثلا ونحن نتحدث عن وضعية حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، نجد بأنه النظام السيسي هو نظام طبعا غير ديمقراطي، ارتكب يعني انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. يعني هناك قتل خارج القانون، إعدام خارج القانون للمئات من المدنيين لأسباب سياسية. وهناك كذلك يعني أن النظام الدكتاتوري في مصر يعني مسؤول عن عن وفاة المئات داخل السجون والمعتقلات المصرية بسبب إما التعذيب أو الإهمال الصحي والطبي. ونجد كذلك أنه توجد الآن في السجون المصرية أكثر من 60,000 معتقل لأسباب سياسية ولأسباب تتعلق بحرية التعبير وكذلك ولأسباب أخرى. لكن نجد أنه للأسف أنه الدول الديمقراطية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان نجد أنها تربط اتفاقيات اقتصادية وترجح مصالحها السياسية على حقوق الإنسان. وبالتالي هذا يجعلنا أنه يعني يجعلنا نقول ونؤكد بأن هناك حقيقة وضعية حقوق الإنسان على مستوى العالم يعني تعيش نوع من الضعف ونوع من يعني التراجع، نظرا لأن الدول المتحكمة في العلاقات الدولية والمتحكمة حتى في القرارات الملزمة الصادرة عن الأمم المتحدة
غالبا ما تراعي مصالحها الخاصة ومصالحها الاقتصادية، وتعطيها الأولوية ولو كان ذلك على حساب وضعية حقوق الإنسان. طبعا ونحن نتحدث عن وضعية حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، هنا سأتطرق إلى وضعية المغرب، وكذلك هناك وضعية الجزائر، وإن كان سأتطرق كذلك حتى إلى وضعية حقوق الإنسان ونحن نتحدث عن شمال إفريقيا. هناك حركة جبهة البوليزاريو، بحيث نجد أنه القليل من يتحدث عن حقوق الإنسان يعني في علاقتها مع قيادات جبهة البوليزاريو. سنبدأ طبعا بالمغرب. بالنسبة للمغرب نجد وأن هناك فرق شاسع بين وضعية حقوق الإنسان على المستوى الورق، على المستوى النظري، على المستوى المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وبين الواقع. فإذا سنجد أنه من الناحية النظرية ومن الناحية المصادقة أو من الناحية القانونية والترسانة القانونية، نجد أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، سواء خلال التسعينات أو فترة 2000، يعني خلال العقد الأول من 2000 إلى غاية الآن صادق على مجموعة من الاتفاقيات. لكن في الواقع نجد أنه هناك شيء آخر، حتى بالنسبة للدستور، دستور 2011 الذي هو طبعا دستور تمت صياغته، يعني هو دستور ممنوح، هذه حقيقة، يعني هو دستور ممنوح لأنه ليس صادر عن الجمعية التأسيسية كما هو الشأن معمول به في الأنظمة الديمقراطية، وإنما تم فرضه كشكل من أشكال الالتفاف على حركة 20 فبراير. وطبعا هذا الدستور نجد أنه ضمن مجموعة من البنود أو المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، التي طبعا كانت موجودة ومضمنة في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لكن نجد بأنه حتى الدستور 2011 على علته، لأنه طبعا لم يصدر عن الجمعية التأسيسية، إلا أنه ظل حبرا على ورق. نجد طبعا هناك كما لاحظتم أنه تحدثنا عنه على هذا الموضوع بشكل مستفيض، هناك اعتقالات، هناك الآن ما زال في المغرب، وحقيقة نقولها، يعني هناك ما زالت الاعتقالات بسبب تدوينات على الفيسبوك، بأن الإنسان بمجرد تدوينها إذا كانت لا تروق للنظام السياسي ولا للحكومة يمكن أن تعرضه للاعتقال. وقد رأينا كيف أن هناك أمس كانت هناك محاكمة لشاب في زاغورا لمجرد أنه كان قد عبر بواسطة تدوينه عن تضامنه مع معتقلي الحراك خلال سنة 2019. وهناك كذلك حتى أنه هناك محاكمات، يعني إذا لاحظنا أن هناك مجموعة من المحاكمات بسبب التدوينات وبسبب يعني التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فنجد أنه حتى الصحفيين يحاكمون لمجرد أنهم يعبرون أو يعني يعبرون بتلقائية وموضوعية وباستقلالية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وينتقدون وضعية حقوق الإنسان في المغرب. نجد أنهم يعني يحاكمون، وهناك في السجن تلفق لهم التهم مثل عمر الراضي، سليمان الريسوني،
هناك كذلك في خلال فترة الحراك كان حميد المهداوي، هناك نشطاء كذلك، ناس بسطاء، ناس عاديين كانوا يعبرون عن معاناتهم مع سواء الإدارة المغربية أو يعني مع يعني معاناتهم سواء مع النظام السياسي أو ممثلي النظام السياسي على مستوى الأقاليم. نجد أنهم اعتقلوا وحكموا، والآن يتواجدون في السجون المغربية بشكل يتنافى مع تعهدات المغرب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي. فنجد أنه على المستوى النظري وعلى المستوى المصادقة على الاتفاقيات، وكذلك حتى على مستوى التشريعات المحلية، هناك نوع من التقدم في قانون المسطرة الجنائية المغربية. هناك كما قلنا هناك نوع من التقدم في دستور 2011 في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان. هناك تقدم على مستوى المصادقة على الاتفاقيات الدولية، لكن على المستوى الواقع هناك استمرارية للعقلية التقليدية، هناك الالتفاف على هذه الالتزامات الدولية من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية، هناك استمرارية للأساليب التقليدية. وللأسف أنه نجد أنه حتى الأوصياء على قطاع حقوق الإنسان في المغرب نجد أنهم يتفننون، وكذلك يحاولون بجميع الوسائل التغطية على هذه الانتهاكات وتبريرها، أو حتى يعني التصفيق لها والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرارية هذه الانتهاكات، سواء يعني الأوصياء على قطاع على حقوق الإنسان يعني الرسميين أو شبه الرسميين، أو حتى بعض الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لكن نجد أنها لا تقوم بواجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان. كذلك إذا ذهبنا إلى وبالمناسبة أنه نعتبر أن المعتقلين المتواجدين في السجون المغربية هم ضحايا للسياسة الممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان، ويتعين الإفراج عنهم يعني جميعا، بما فيهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين ما زالوا في السجون، والذين طبعا لا ذنب لهم، وأكدناها مرارا وتكرارا ومن خلال المئات من المباشرات، ووضحنا بالدليل القاطع. وطبعا وقد ساهمنا في إعداد التقارير المنظمات الدولية من خلال هذا يعني لتأكيد براءة المعتقلي الحراك الشعبي بالريف من جميع التهم المنسوبة إليهم. وللأسف أنه نجد أنه أجهزة الدولة وكذلك المسؤولين على قطاع الأمن ما زالوا متشبثين بالنظرة وبالأطروحة الرسمية التي ثبت زيفها منذ البداية، والتي تتنافى طبعا مع الحقيقة الموضوعية، والتي مفادها أن هؤلاء المعتقلين هم ضحايا أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، ولا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة. والأكثر من ذلك أنه يصل الأمر إلى حد فبركة التهم وتلفيق التهم والاستعانة ببعض والضغط عن الأشخاص لتقديم شكايات أو الإدلاء بتصريحات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان أو حتى الصحفيين. إذن من ناحية حقوق الإنسان، وإن كان هناك تقدم على المستوى الواقع على المستوى النظري، إلا أنه على المستوى الواقع هناك استمرارية للعقلية التقليدية، هناك غياب للقطيعة مع الممارسات التقليدية، وهناك طبعا استمرارية لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل يتنافى مع
ما هو مضمن في الاتفاقيات المصادقة عليها ومع الالتزامات الدولية وكذلك حتى مع الدستور. إذا ذهبنا إلى الجزائر، بالنسبة للجزائر، الوضع في الجزائر في النظام الجزائري لا يختلف عن الوضع في المغرب، بل أكثر من ذلك، أنه من الناحية النظرية ومن ناحية المصادقة على الاتفاقيات الدولية نجد أنه من الناحية النظرية، أقول من الناحية النظرية ومن ناحية المصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، نجد أن المغرب متقدم في هذا الجانب على النظام الجزائري. فنجد مثلا أن في الجزائر المغرب صادق على اتفاقية مناهضة جميع أشكال اختفاء القسري، في حين أن النظام الجزائري لم يصادق على اتفاقية مناهضة جميع أشكال الاختفاء القسري. بمعنى أن الاختفاء القسري في الجزائر، في النظام الجزائري، أقصد النظام الجزائري لأن أنا مع الشعب الجزائري ومع المطالب الحراك الشعب الجزائري، ونساند وندافع عن حقوق الشعب الجزائري الشقيق الذي نكن له كامل التقدير والاحترام، وتربطنا له به روابط الأخوة وروابط تاريخية وروابط ثقافية وروابط اجتماعية. وأقول بأن الوضع الحقوقي، النظام الرسمي للمغربي، النظام الرسمي الجزائري لم يصادق على مجموعة من الاتفاقيات، حتى من الناحية النظرية ليس فقط من الناحية الواقعية، لم يصادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من ناحية النظام المغربي من الناحية النظرية. إذن المغرب من الناحية النظرية، أقول من الناحية النظرية ومن الناحية المصادقة على الاتفاقيات الدولية، متقدم على النظام الجزائري من حيث المصادقة على الاتفاقيات الدولية. فنجد أنه كما قلت أن اتفاقية مناهضة جميع أشكال الاختفاء القسري صادق عليها المغرب ولم يصادق عليها النظام الجزائري. هذا ماذا يعني؟ أن النظام الجزائري متورط في القضايا الاختفاء القسري والاختفاء القسري للمئات من المدنيين خلال فترة التسعينات، والشعب الجزائري يعني يؤكد ذلك، وهذه حقيقة، وهناك تقارير تؤكد بأن النظام الجزائري، وهناك شهادات حية لبعض الضباط الذين شاركوا في هذه الانتهاكات الخطيرة والمجازر التي حدثت خلال فترة التسعينات، والتي كانت تنسب إلى الإسلاميين وكذلك إلى الحركة الإرهابية، لكن كان تقف وراءها الأجهزة المخابرات الجزائرية. وهذا ما يفسر لحد الآن أن النظام الجزائري يرفض لحد الآن المصادقة على اتفاقية مناهضة أشكال جميع الاختفاء القسري. طبعا النظام المغربي تورط في الاختفاء القسري، لكن خلال فترة الانتهاكات الجسيمة. الآن لا نتحدث عن الاختفاء القسري في المغرب، ليس دفاعا وإنما كلمة حق. هناك انتهاكات على المستوى الواقع، هناك انتهاكات، لكن على المستوى الاختفاء القسري لم يعد الأمر كما كان خلال فترة انتهاكات الجسيمة. هناك كذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. المغرب صادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. الجزائر لم تصادق. المغرب لم يصادق كذلك، لا المغرب ولا الجزائر لم يصادقان على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. نجد أنه كذلك المغرب صادق يعترف بآلية التشكي الفردي المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع العقوبات القاسية والإنسانية والمهينة. الجزائر لحد الآن لم تصادق على، لا تعترف بحق الأفراد بحق التشكي الفردي. هذا لا أقوله من فراغ، وإنما هناك طبعا منشورات، هناك على موقع
هوت كوميساريا دي دروا دو لوم، يعني موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بوضعية الدول وحالة الدول بالنسبة للمصادقة والتصديق، نجد أن الجزائر من الناحية النظرية ومن ناحية المصادقة على الاتفاقيات الدولية نجد أن المغرب متقدم في هذا المجال، في مجال المصادقة على الاتفاقيات الدولية. كذلك النظام الجزائري لا يعترف بحق الأفراد في تقديم بحق التشكي الفردي في المجال في طبعا الانتهاكات المتعلقة بالاختفاء القسري، لأنه أصلا لم يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري. إذا كنت مخطئا في هذا، يعني إذا كان هنا شي أخ جزائري أن يقول لي بأن إذا كنت أنا ما كنقولش الحق وماشي موضوعي، يثبتنا بالدليل بأن النظام الجزائري صادق على اتفاقية مناهضة الاختفاء، جميع أشكال الاختفاء القسري بالدليل. احنا ما كنتحاملوش على، نحن مع الشعب الجزائري ومع نضالات الشعب الجزائري ومع الشعب المغربي ومع نضالات الشعب المغربي ومع جميع شعوب شمال إفريقيا التواقة إلى الحرية، وطبعا التي تسعى إلى العيش الكريم وإلى الحرية وإلى مقومات دولة الحق والقانون. كذلك هناك مجموعة من الاتفاقيات الأخرى لا يسع المجال للحديث عنها. نحن نتحدث بالدليل، نجد مثلا المادة 32 لم يوقع عليها النظام، المادة 32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. نجد أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 32 لم يوقع، حتى التوقيع مجرد توقيع النظام الجزائري لم يوقع على هذه الاتفاقية. كذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية واللا إنسانية أو المهينة، نجد أنه لم يوقع، فقط مجرد التوقيع ليس المصادقة، يعني ما قدرش حتى يوقع على هذا البروتوكول. هذا ماذا يعني؟ أن هناك استمرارية، لأنه يخشى، لأن ملي كتجي النظام ما قدرش يوقع على هذا البروتوكولات اللي كتعطي الحق ديال الأفراد الذين انتهكت حقوقهم والذين تعرضوا مثلا للاختفاء القسري أو التعذيب أنهم يقدموا الشكاية. نجد أن هذا النظام لم يوقع عليها. النظام المغربي وقع عليها لكن لا يلتزم من الناحية الواقعية، في حين أن النظام الجزائري لم يوقع. ولا هو طبعا إذا لم يوقع فطبعا ما تقدرش تحاسبه، لأن أصلا لا يمكن أن تحاسبه على شيء لم يلتزم به. هناك كذلك هناك البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم يوقع على هذا البروتوكول ولم يصادق النظام الجزائري، لم يوقع، مجرد توقيع، لم يوقع ولم يصادق. إذا كان شي جزائري هنا الأخ يعطينا بأن العكس ما أقول، يعطينا الدليل. أنا الدليل ديالي هو هذا، منشورات الأمم المتحدة، منشورات الأمم المتحدة موجودة في موقع الهوت كوميساريا دو دروا دو لوم، يعني المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تحت اسم هيئة المعاهدات، قاعدات بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، هيئة حقوق الإنسان. يعني هنا نجد كذلك نجد أنه حتى البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة نجد أنه لم يصادق عليها، يعني أنه لا يعترف حتى ربما هناك انتهاكات، هناك تمييز ضد المرأة،
وهذا يخشى، وهذا ما جعله يخشى من المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إذن كذلك أنه نقول بأنه المغرب إذا كان صادق، يعني وهو متقدم من الناحية النظرية والمصادقة على النظام الجزائري، لكن يتساوون في عدم الالتزام، أنه النظام المغربي لا يلتزم بهذه الاتفاقيات، أنه مزيان، احنا راضيا على، حتى وإن كان هذه النسبة ضئيلة، راضيا على هذه المصادقة اللي دارها النظام على الاتفاقيات الدولية وبعض يعني خطوات مهمة، لكن على المستوى الواقع لا نرى شيئا. هناك مصادقة، لكن في الواقع هناك استمرارية العقلية التقليدية، وهناك اجتهاد لإخفاء هذه الحقائق. كذلك هناك معتقلين في المغرب وإن كان وصل في 20 سنة، هناك في الجزائر معتقلين ديال حقوق الإنسان، معتقلي الحراك، هناك أكثر من 50 معتقل ديال الحراك الشعبي بالجزائر. هناك صحفي تحدثت عنه، يعني أظن اسمه هو الصحفي، هذا الصحفي أنا باش نعطيكم بالأسماء باش من يعني أتحدث بكل موضوعية. خالد الدرادني. هذا خالد الدرادني محكوم بتاريخ يعني حكم عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2020، حكم عليه بسنتين. هذا خالد الدرارني، هذا مصور صحفي جزائري كان يقوم بتغطية الحراك الشعبي بالجزائر، فتم اعتقاله من طرف النظام الجزائري لأنه يزعجهم. النظام الجزائري انزعج من الحراك ومن هذا المصور الصحفي الذي كان يغطي فعاليات الحراك الشعبي بالجزائر، فاعتقل وتمت إدانته ب2 سجنا فقط لأنه كان يصور. في نفس الوقت هناك معتقلين من القبائل، من منطقة القبائل، هناك معتقلين آخرين من الحراك تتراوح يعني مدة المحكوم بين 2 سنتين، سنة، 3 سنوات، هناك من أدين حتى ب5 سنوات. يعني هناك معتقلين في الجزائر. والحراك الشعبي بالجزائر هو حراك سلمي يطالب بالديمقراطية، يطالب بالحرية، يطالب بحقوقه المشروعة بشكل سلمي، وقد توقف طبعا بشكل تلقائي نظرا للأسباب المرتبطة بكوفيد وطبعا بالحجر الصحي والظروف المرتبطة بوباء كورونا. وطبعا سيعود وأكثر من ذلك أنه طبعا يعني باش نكونوا واضحين، إذن عندما يأتي أنه النظام بالنسبة أي نظام كيفما كان سواء جزائري أو غير الجزائري، شيء جميل أنه أن تتبنى قضايا الشعوب، لكن قبل أن تتبنى قضايا الشعوب عليك أولا أن تمتع يعني شعبك بالحقوق المستحقة. هناك حراك جزائري لديه مطالب مشروعة، هناك غياب للديمقراطية في الجزائر، هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، يقفز ويحاول التغطية على هذه الانتهاكات التي حصلت وتحصل في الجزائر من خلال تبني قضايا طبعا لها اهتمام بالنسبة للشعب الجزائري، لكن هي الشعب الجزائري أولى بالحقوق، أولى بالديمقراطية، أولى بحرية، أولى بتقرير مصيره السياسي وانتخاب رئيسه بشكل ديمقراطي، لدرجة أنه كان كيتفرض عليه رئيس مقعد، كان كيتفرض عليه
رئيس ما كي لا يتكلم ولا يتحدث ولا يعني لا يعرف حتى لا يعبر، ولا طبعا ورغم ذلك كان يتم انتخابه بوتفليقة. هناك الآن كذلك رئيس آخر، يعني الشعب طبعا تم فرضه على الشعب، يعني رئيس مريض. الشعب في نفس الوقت يعني يسعى من خلال إلى حقوقه المشروعة. كذلك بالنسبة للمغرب، بالنسبة للمغرب طبعا احنا أقول بأن هناك انتهاكات، هناك عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. هناك نوع من التسويف ونوع من المماطلة ونوع من التمويه ونوع من التضليل للرأي العام الدولي، وهذا طبعا يعتبر استمراريا للعقلية التقليدية. كذلك بالنسبة للإخوان، احنا لدينا أصدقاء يعني في الصحراء، لأن تسمى بالصحراء الغربية، في المقابل أنه الصحراء الشرقية. الصحراء الغربية يعني ما خصهاش تثير واحد العقدة أنه سواء لإخواننا المساندين لجبهة البوليزاريو أو المعارضين لجبهة البوليزاريو، هناك صحراوة يعني لا تمثلهم جبهة البوليزاريو، هذه حقيقة ما خصناش نتهربوا منها. هناك انشقاقات حتى داخل جبهة البوليزاريو والتحقوا بالمغرب. هناك اللي كانوا زعماء في القيادات العسكرية ديال جبهة البوليزاريو والتحقوا في المغرب، وعندهم الآن يعني أكثر من ذلك أنهم يعني لديهم مسؤوليات في الإدارة المغربية. هناك بالنسبة ونحن نتحدث عن وضعية حقوق الإنسان، نجد أن هناك استغلال. حاليا الآن يتم الإعداد لبؤرة دولية. راه سمعنا شنو كيوقع، سمعنا التصريحات ديال روسيا، سمعنا التصريحات ديال الولايات المتحدة. أنا أتحدث بكل موضوعية. هناك تصريحات ديال الولايات المتحدة الأمريكية، هناك محاولة الاستقطاب، يعني هناك محاولة لخلق بؤرة توتر هنا إقليمية على مستوى المغرب، على مستوى شمال إفريقيا، وهذا طبعا لن يخدم مصلحة أي جهة كانت. ما بقاتش نحن نعرف جيدا الظروف التي نشأت فيها جبهة البوليزاريو. من أنشأ جبهة البوليزاريو؟ لأن شحال من واحد ما كيتطرقش لهذه النقطة هذه، من أنشأ جبهة البوليزاريو؟ باش أنا إنسان مستقل وموضوعي وكنقول الحقيقة وكنقول يعني الحاجة اللي كنأمن بها، وطبعا بشكل موضوعي وتلقائي ومحايد. عجبات لشي وحدين ما عجباتهمش، هذاك شغلهم. أنا لست هنا لإرضاء أحد، لا النظام السياسي المغربي ولا النظام الجزائري ولا البوليزاريو، باش نكونوا واضحين. هناك باش نرجعوا شوية لكيفية تشكيل جبهة البوليزاريو. هذا الأخ ديال الجزائري، إذا كنت كنكذب اعطينا الدليل بأن داكشي اللي قلت أنا كذب. أنا عندي وثائق ديال الأمم المتحدة أن النظام الجزائري لم يصادق على مجموعة من الاتفاقيات، من ضمنها اتفاقية مناهضة جميع أشكال الاختفاء القسري. ما معنى الاختفاء القسري؟ هو أنك المعارض كتهزو في الشكارة وكتلفو، ما كتعرفوش فين هو، العائلة ديالو ما كتعرفش فين هو. الجزائر لم يصادق على هذه الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية والاتفاقيات اللي هدرت عليها. الأخ إذا كان عنده أي جزائري هنا عنده أنه كيقول لي ما كنقولش الحقيقة، يعطي لي الدليل بأن عكس، وأنا نعطيه الدليل ديال الوثائق ديال الأمم المتحدة ديال اللي فيها جميع الدول والاتفاقيات اللي صادقت عليها والاتفاقيات اللي ما صادقتش عليها. بالنسبة لجبهة البوليزاريو، من أسسها؟ كان هناك أول رئيس مؤسس لجبهة البوليزاريو هو الوالي مصطفى السيد.
الوالي مصطفى السيد هو اللي كان أول رئيس، وهو من أعلن عن قيام في سنة 1976 عن قيام ما سمي بالجمهورية العربية الصحراوية. هو الذي أعلن عن قيام، وهو من المؤسسين جبهة البوليزاريو في سنة 1973. مصطفى الوالي مصطفى السيد هذا كان عاش في المغرب، وقرا في المغرب، وقرا طبعا، قرا جنوب المغرب، قرا بعد ذلك انتقل خلال فترة الجامعة، انتقل إلى جامعة محمد الخامس بالرباط. في 1973 طبعا خلال هذه الفترة الدراسة ديالو في 1972 كان العمر ديالو 25 سنة و 26 سنة، بين 25 و 26، يعني كان عمره 25 سنة. هذا الوالي مصطفى السيد هذا بشهادات رفاقه لم يكن في البداية انفصاليا. هذا مؤسس جبهة البوليزاريو، باش تعرفوا منين جات جبهة البوليزاريو. هذا الرئيس الأول ومؤسس ومن مؤسسي جبهة البوليزاريو، والرئيس الأول للجمهورية طبعا المعلن عنها الجمهورية العربية الصحراوية التي تم الإعلان عنها، هو الوالي مصطفى السيد. كان طالب في المغرب بما فيها المرحلة الجامعية، وكان عندما يتم تخليد يوم الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني كان يقول لرفاقه عندما يتناول الكلمة، يقول لهم لا تنسوا، نعم يعني نتضامن مع الشعب الفلسطيني، لكن يجب أن لا تنسوا فلسطينيتكم، لا تنسوا بأن لدينا فلسطينية أخرى، نحن في المغرب قضية فلسطينية أخرى وهي القضية ديال الصحراء. وطالب الوالي مصطفى السيد، اتصل بالأحزاب السياسية المغربية، طالب منهم الدعم لتحرير الصحراء، طالب الدعم من النظام السياسي المغربي، وبحكم أنه كان طالب جامعي، وبعض الأحزاب السياسية قالت له بالحرف، بعض رؤساء الأحزاب السياسية قالوا احنا ما غنسعفوش اللعب ديال العيال ديال الأطفال، يعني بحكم أن السن ديالو كان بين 25 و 26، قالوا له لا ما يمكنش، حنا نتوما غا كتلعبوا، ما يمكنش نسعفوكم. وكانوا خرجوا في وقفة حتى كيعملوا وقفات احتجاجية في الجامعة في الرباط، تعرضوا للقمع. علل الفاسي قال لهم امشيو قاوموا نتوما وحنا نتفاوضوا بالاسم ديالكم. إذن من ساهم في هذا الوضع الذي نعيشه الآن، والذي جعل مؤسس جبهة البوليزاريو أنه يمشي يتصل مباشرة بعد رفض الأحزاب السياسية المغربية وبعد رفض النظام السياسي المغربي دعم المقاومة المسلحة ضد المستعمر الإسباني آنذاك ودعم الصحراويين لتحرير الأرض، التجأ مؤسس جبهة البوليزاريو إلى بومدين، عقد اتصال مع بومدين، هنا وضع قطيعة، هنا بدأ يعني مصطفى السيد في تغيير رأيه واتجاهه، لأنه ما بغاوش يدعموه الأحزاب السياسية المغربية، ما بغاوش يدعموا النظام السياسي المغربي، وكانوا قد نظموا احتجاجات في الرباط وتعرضوا للقمع. إذن شنو كان البديل؟ هو أنه سيتصل ببومدين، ذهب إلى الجزائر واتصل ببومدين، وبعد في وقت لاحق طبعا عقد ندوات على المستوى الدولي، واتصل يعني قام بتحركات كبيرة على مستوى أوروبا، وعقد ندوة صحفية في باريس، التحق بعد ذلك، كانت هناك اتصالات. يعني إذا من يتحمل المسؤولية في الوضع الحالي الذي تعيشه
ومسؤولية يعني المسار الذي أخذته قضية الصحراء على المستوى الإقليمي والدولي هو النظام السياسي المغربي، هو الأحزاب السياسية المغربية التي رفضت طبعا بيمينها ويسارها آنذاك، عندما كانت الأحزاب الكتلة الديمقراطية والأحزاب التي كانت تتعارك مع النظام السياسي المخزني من أجل فرض الديمقراطية، يعني لم يقدموا الدعم لمؤسسي جبهة البوليزاريو قبل تأسيس جبهة البوليزاريو. لم يقوموا بدعم، لم يقدموا الدعم للمقاومين في الصحراء. فكانت إذن يتحملون المسؤولية. وكيجيو الآن يعني كيقول لك حنا نساهموا بهذه الأحزاب السياسية، راه خصها تبعد، راه هي المسؤولة، هي اللي ورطات، هي المسؤولة على هذا الشيء اللي وصلت له قضية ديال الصحراء، هي المسؤولة على هذه الحركة. أما لو كان هناك دعم للمقاومين ديال الصحراء عندما لطرد المحتل الإسباني آنذاك لكسبنا الصحراء، لكسبنا، لا أغنانا يعني على هذا الصداع اللي كان. وطبعا وتم الاتجاه بعد ذلك مصطفى الوالي مصطفى السيد توفي هناك لحد الآن، يعني لا يعرف أحد مكان دفنه حسب المعطيات المتوفرة، أنه ليس هناك قبره غير معروف، وهناك من قيل بأنه قتل في معركة نواكشوط، وهناك أقوال أخرى تقول بأنه قتل بطريقة أخرى، ربما يعني حسب ما قرأت واطلعت بأنه لا أحد يعلم مكان دفنه وحتى بالضبط طريقة قتله، يعني وإن كان هناك من يقول بأنه قتل في نواكشوط في معركة ضد موريتانيا. هناك كلمة أخرى، حنا الشعب كشعب راه ما خصناش ننساق وراء العاطفة كما الضحايا. راه هناك الآلاف ديال الضحايا اللي وقعوا ضحايا لما يسمى يعني تم اللعب على الوتر والإحساس والمشاعر الدينية للزج بالآلاف من الشباب اللي مشاو ضحايا، فقدوا أرواحهم في الشرق الأوسط نتيجة ما سمي بالدولة الإسلامية، وتم التغرير بهم، وطبعا كانت الضحايا بالآلاف. إذا نحن الشعوب يجب أن تفكر جيدا، يجب أن تفكر جيدا. لماذا؟ لأن هناك من له المصلحة في استمرارية هذا الصراع. هذا الأخ كيقول طلعني، ما عرفناكش شكون أنت بصفتك باش نطلعك، كنعرفوكش، طلعني ما عرفش كنطلع حد، استسمح. هنا أقول هناك كذلك هناك من له المصلحة في تأزيم الوضع في المنطقة، ومن له المصلحة قيادات البوليزاريو. لماذا قيادات البوليزاريو؟ أتحدى أن القيادات البوليزاريو لها نظام وأساليب ديمقراطية في التعاطي مع الصحراويين ومع اللاجئين المتواجدين في تندوفت. أتحدى أن قيادات البوليزاريو لديها حسابات بنكية في الجزائر العاصمة وفي موريتانيا وفي مالي وحتى في سويسرا. أتحدى أنه هناك القيادات البوليزاريو بما فيها الرئيس السابق والقيادات الحالية تتاجر بمعاناة اللاجئين في تندوفت، وتقوم بتحويل أموال المساعدات الدولية طيلة حوالي يعني 48 سنة ل 47 سنة، أو يعني حوالي 45 و 47 سنة لم تقم ببناء بشق ولو طريق واحد في مخيمات اللاجئين. يعيشون وضعية مأساوية، في حين أن أرصدتهم البنكية لديهم مشاريع في الجزائر العاصمة. هذه حقيقة
لديهم مشاريع في الجزائر العاصمة، ولا يستطيع هذا الشخص الأخ أنا أتمنى يعني إذا كان هناك شيء أخ آخر جزائري يتحدث، أما أنت اكتشفتك بأن لست موضوعي ولست محايد ولست مع الشعب الجزائري ولست مع الحراك الجزائري، تحاول الدفاع عن النظام الجزائري، وأنا لست هنا للدفاع عن أحد وإنما لقول الحقيقة بكل موضوعية. هناك لديهم مشاريع في الجزائر العاصمة ولديهم أموال، وطيلة وقف النار من 1991 يعني حوالي 19 سنة يعيشون حياة الرفاهية والترف، ويتنقلون بين الدول الأوروبية، في حين أن اللاجئين يعيشون معاناة ومأساة إنسانية داخل في مقر في مخيمات تندوفت، يعيشون أوضاع مأساوية. وهناك تقارير حقوقية وهناك تقارير صحفية كانت تتحدث عن تورط الرئيس السابق محمد عبد العزيز في تحويل أموال المساعدات للاجئين لصالحه الخاص، وكان هناك وقام بتوظيف أفراد عائلته ومعارفه، وكان هناك أنه حتى كانت المساعدات، وهذه هناك مقالات صحفية حقيقية تقول بأن حتى بعض المساعدات كانت تباع في نواكشوط وفي مالي. إذن أنا أقول بالنسبة وحتى الإخوان يعني المحتجزين الآن في تندوفت أعطيوا لهم واحد الحرية، خليوا لهم الحرية ديال المغادرة، أعطيوا لهم يعني أتحدى أن جبهة البوليزاريو تهز يعني تعلن على أن اللاجئين في تندوفت لهم الحرية في البقاء أو المغادرة أو الدخول إلى المغرب أو المغادرة. أتحدى قيادة جبهة البوليزاريو، كيعرفوا أنه البيان 26، البيان 27، البيان كذا، وامشي انت حارب، امشي انت الرئيس الحالي ديال طبعا الأصل، مع العلم أن الأصل ديالو من رحمنا يلا القيادات، هذا اللي كيتسمى الرئيس، واعمل بحال مصطفى الوالي اللي مات في الجبهة، ومشيت انت حارب، انا داك غادي نصدقوك بانك انت راه باغي المصلحه وكتمثل الشعب، ماشي تمشي تعمل لي السفريات والانشطه وتعمل له تجي تقول لهم البيان 26 تم قصف وتم كذا وكذا، البيانات غير في الخوى الخاوي، ويخدمون يعني مصالح النظام الجزائري. الاسلحه اللي عندهم منين جات؟ اسلحه روسيه، اسلحه جات من القذافي، أسلحة يتم اقتناؤها من طرف النظام الجزائري وكتسلم لجبهة البوليزاريو، تسلم للقيادات البوليزاريو، وطبعا الضحايا هما الشعوب، هو الشعب، هو البسطاء. ونحن الآن نرى بأن هناك صدد، هناك من له المصلحة. هذا تساؤل يجب أن يطرحه الجميع، من له مصلحة في إقامة بؤرة دولية؟ غتجينا روسيا وغتجينا الولايات المتحدة وغتصبح بؤر إقليمية دولية، والصحراوة غيمشيو بين الرجلين. صافي، هذه هي الحقيقة اللي خصكم تعرفوا. راه ما بقاش العالم اللي كان الحرب، طبعا كانت استفدت من الحرب الباردة وكان الدعم ديال الدول كذا، وكان هناك العالم منقسم إلى شرقي وغربي، وكان هذا هناك حاليا نتحدث عن القرية الكوكبية، نتحدث عن لغة المصالح التي تتحكم في الدولة في العلاقات الدولية. روسيا الآن كتقول الكلام، ونجد الولايات المتحدة الآن هي صدد كذا، يعني غتعملونا بؤرة توتر دولية. شكون غيمشيو فيها؟ ما غتمشيش فيها قيادات البوليزاريو. قيادات البوليزاريو في نهاية المطاف تمشي تعيش في الجزائر العاصمة، غيمشي فيها المواطن البسيط، غيمشيو فيها داك البسطاء مساكن اللي كيدفعوهم من ساحة المعركة، في حين أنه خص دار هناك الإمكانيات ديال اللقاءات السلمية، الإمكانيات ديال الحلول السلمية، حفاظا على النفوس ديال الأبرياء.
راه كاين اللي كيتاجر بهذه المعارك، كاين اللي كيدي الفلوس وكيدي اموال طائله من هذه البيانات اللي كتوصل 27 البيان 28 والبيان 29 والابرياء كيدفعوهم للهاويه وهما كيراكموا الثروات على حساب المتاجره بالابرياء. هادوك في نهايه المطاف عبر التاريخ نختلفوا مع الانظمه، ولكن الشعوب راه كانوا اخوه. ما عمرو كان الصحراوي كيتحارب مع المغربي، ما عمرو كان الجزائري الاخ الجزائري كيتحارب مع الاخ المغربي. اتجهت هذه الانظمه، انظمه اللي تراعي المصلحه ديالها لا تهمها الا مصلحتها. الصحراوي والمغربي كانوا يعيشون في سلام منذ القدم. خير دليل على ذلك أن معظم القيادات الصحراوية الآن هي قرات في المغرب، وكاين اللي خلق في المغرب، وكاين اللي تربى في المغرب وعاش في المغرب وقرا في المدارس المغربية وتحصل وتكون في المغرب وكانت عنده المنح. هذه حقيقة ولا أنا كنكذب؟ هذه هي الحقيقة. تجيو حنا تعملونا قضية وغتعملونا حروب وغتعمل، في حين أنه كاين إمكانيات. هناك الإمكانية أنه توجد الحل السلمي، توجد حلول سلمية، نقاش هادئ. ما نعطيوش الفرص لهذه الأنظمة الديكتاتورية اللي غتتاجر بالمعاناة ديال الأبرياء وهذه وغتراكم ثروات على حساب ديال الشعوب. هناك حقيقة هناك هذا الأخ اللي كيقول طلعني، ما كنعرفكش، ما غنطلعكش. إذن نحن نقول بأن يجب التنبه لهذه المسألة هذه باش نكونوا واضحين. راه حنا في واحد العالم اللي تتحكم فيه المصالح القوى الدولية، والضحايا شكون كيكون؟ الضحايا هما الناس البسطاء، أنا وأنت والمواطن البسيط. أما القيادات والأنظمة راه عندهم مصالح ديالهم، عندهم استثمارات، عندهم أموال ضخمة وكيدفعوا الناس الهوية تحت شعارات ضخمة، في حين أنه أنه يمكن إيجاد الحلول بطرق سلمية، وكيحاولوا الآن أنه يديروا عداوات بين الشعوب. هذه الأنظمة الاستبدادية هذا هو الطبع ديالها، أنها تخلي الشعب كيتقاتل وكيقتلوا في بعضياتهم، يشتركون اللغة، يشتركون التاريخ، يشتركون الجغرافيا، يشتركون العادات الاجتماعية، ويشتركون. معظم القبائل الصحراوية لها امتدادات في موريتانيا، لها امتدادات في الجزائر، لها امتدادات في المغرب. وغنجيو حنا نحاربوا الإخوة، نعملوا عداء والحرب ديال الإخوة باسم إرضاء للسياسيين الانتهازيين الدكتاتوريين الذين طبعا لا تهمهم إلا مصالحهم الخاصة. القيادات البوليزاريو منذ 1973 يتداولون يعني يوزعون الأدوار. ما تارة تجده وزير الداخلية، تارة تجده وزير العدل، تارة تجده رئيس المجلس الشعب، تارة تجده رئيس. هذه القيادات كاملين أتحداهم منذ 1975 وهما على رأس هذا الآخر. محمد عبد العزيز ظل رئيسا يعني خلفا للوالي مصطفى السيد منذ 1976 إلى غاية وفاته في 2016، وهذا الرئيس عاود غادي يبقى رئيس حتى يموت. إذا فين هذه الديمقراطية؟ يعني في نهاية المطاف غنقدموا الآلاف ديال الضحايا، غنخلقوا بؤرة توتر دولية، نجيب واحد النظام اكفس من النظام المغربي. واش كتظن انه كاع جدلا انه وقع المستحيل، وقع كذا، ماتوا الالاف ودخلت، وقع الصلح بين روسيا والولايات المتحده وكذا يعني لينفرض جدلا، وان كان هذه لا ارجحها بنسبه 95% انه دارت الدوله. واش كتظنوا انه غتكون دوله ديمقراطيه؟
واش كتظن بأن النظام الجزائري غيسمح باش تكون هناك دولة ديمقراطية والشعب الصحراوي غادي يعيش الديمقراطية والحرية والانتخابات النزيهة؟ يعني غتكونوا عاود غتعيشوا نفس الوضعية اللي كتعيشها الشعوب ديال شمال افريقيا. غتوجدوا راسكم في مواجهة أنظمة ديكتاتورية استبدادية، غتبداو أزيرو من جديد. إذا كان هناك الإمكانية أنه هناك تجارب في إسبانيا إسبانيا مثلا، هناك في إسبانيا الكاتالان لديهم استقلال ذاتي، الإقليم الأندلس له استقلال ذاتي موسع. النظام ما يسمى بنظام بإقليم الباسك، إقليم الباسك كانت له إيطال باسكية ظلت تحارب لسنوات وسنوات، وكان لديهم حزب سياسي، وفي نهاية المطاف اضطرت إلى القبول بالاستقلال الذاتي الموسع، أنه تتمتع هي الباسك من أغنى المناطق في إسبانيا. يعني هنا أقول بأن هذا رأيي بحكم أنني أنتمي إلى المنطقة وابني المنطقة وعند لدي غيرة، لأن أرى الأمور تسير في اتجاه طبعا الضحايا، وفي اتجاه تدوير القضية، وفي اتجاه تدخل القوى الدولية التي طبعا ستأتي على الأخضر واليابس، لأنها لا تهمها إلا مصالحها، وبالتالي الضحايا سيكون الشعب. إذا يكفي من هذه الخزعبلات. هاد السياسيين اللي كيتاجروا بالمعاناة وكيدفعوا الناس الهاوية يمشيو هما الخطوط الأمامية، مشيو الخطوط الأمامية. وأنا دائما كنقولوا صافي خدم، ماشي تبقاو نتوما مبرعين وبالمساعدات وبالهبات ديال الأنظمة الآخر، وغادي تدفعوا الناس الهاوية بشعارات. ونجد أنه بعض البيانات فيها آيات قرآنية. متى يسمح لك الإسلام بقتل أخيك المسلم وأخيك يعني في اللغة وفي الدين وفي التراب وفي كذا، وغتمشي أنت تقتل خاك من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ باش تفرض واحد النظام ديكتاتوري آخر من أجل نظام ديكتاتوري؟ للأسف. ولكن الحقيقة ما غتعجبش لشي بعضين، ما تعجبش، ما غتعجبناش. هناك أخطاء، هناك مسؤولية يتحملها النظام السياسي والأحزاب السياسية حاليا، هي المسؤولة عن هذا الوضع اللي توجد فيه، التي أدى إلى هذا الوضع اللي توجد على المستوى الدولي. وفي نفس الوقت أقول للإخوان، نحن نعاني طبعا في منطقة الريف، عانينا ونعاني، والشعب المغربي يعاني، والشعب الصحراوي يعاني كذلك، يعاني من طبعا من انتهاكات الحقوق ومن المضايقات ومن الأنظمة، من طبعا من المقاربة القمعية. لاحظنا كيف أنه يتم القمع، يتم تكميم الأفواه، هذا نعاني منه جميعا. لكن هذا لا يدفعنا إلى تشكيل إطارات ولا الانخراط في أجندات، وفي أجندات دولية، يعني ضحايا للمصالح الدول العظمى. هذه الحقيقة يمكن ما غتعجبش البعض. أنا لي اليقين بأن أولا إما المخابرات المغربية راه غادي تهاجمني، والمخابرات الجزائرية غتهاجمني، وطبعا المستفيدين من الوضع ديال بوليزاريو والذين طبعا لديهم المصلحة في استمرار هذا الوضع راه ربما يهاجموني. ولكن أنا الحقيقة أقولها، يعني حتى وإن لم تعجب البعض، يعني لا يهم، لأن هذا هو الحقيقة، هذه هي الحقيقة اللي خصنا نعملو في البال ديالنا. راه أي صحراوي راه عنده خوتو تما، راه الرئيس ديال جبهة البوليزاريو راه عنده خوتو في المغرب، عنده العائلة ديالو في المغرب، راه عنده العائلة ديالو تما. وهناك اللي تزاد في الرحمنة، تزاد في مراكش، تزاد في قصبة تدلة، وجميع القبائل الصحراوية لها امتدادات في الدول، في المدن ديال الجنوب ديال المغرب، ولها امتدادات في موريتانيا، ولها امتدادات في الجزائر.
وهذه خصنا نعرفوها. وبالتالي الأولوية هي الحفاظ على هذه الأرواح وإيجاد حلول سلمية. الحلول السلمية. أما الحلول العسكرية فهذه أوهام في ظل الأوضاع الراهنة. الحلول العسكرية لم تجدي حتى عندما كان العالم منقسم إلى الشرق والغرب، وكان الدعم ديال الاتحاد السوفيتي ودول عدم الانحياز وإفريقيا، وكان الأسلحة تأتي من كوبا، من حتى من كوريا، من كوريا الشمالية، من دول أوروبا الشرقية، من القذافي، من ليبيا. كان هناك خط مفتوح بين جبهة البوليزاريو والقذافي. حتى الأسلحة المتواجدة الآن كترجع، حتى داك الصواريخ اللي كيتبينوا هذوك عطاهم القذافي 1900 أظن 86 ولا 87، عطاهم القذافي، كان اقتناهم من روسيا. ديك الصواريخ اللي كتظهروهم الان في الشاشات، ما تضحكوش على عباد الله، راه هذوك 88 عطاها لكم القذافي وباقي ما تطلق فيهم حتى واحد. باقيين هيداك واحد 7 صواريخ على شي دبابات، والدبابات اخرى راه جات من روسيا عن طريق الجزائر. ما استطعتوش يعني بالسلاح في ذاك الفتره ديال اللي كانت الاوضاع مواتيه. فكيف الآن هناك مصالح أمريكية ومصالح الروسية اللي هي التي تحدد المصير ديال بؤر التوتر في العالم، باش نكونوا واضحين. وأنه أتحدى هذه القيادات الجبهات البوليزاريو ومشي الصفوف الأمامية ومشي شارك في المعارك وصدر البيانات. ما تجيش تصدر البيان 26 27 28 300 في ظرف 10 أيام، كاين 27 بيان وكتدفعوا الناس بالهويه وفق الشعارات، وانتم كتجمعوا الاموال ديال المساعدات وتمشيو تبرعوا. هذه هي الحقيقه. لهذا هذا بكل اختصار، وتحيه للجميع. واذا كان هناك أسئلة. هذا الأخ بكور كموش، أقول لك يا أخي أنه أنت إذا كنت جزائري عليك أن تدعم الحراك الشعبي في الجزائر الذي يدافع عن حقوق الشعب الجزائري وعن حقوقك في العيش الكريم وعن الديمقراطية والحرية. إذا كنت جزائري حر، نحن مع الشعب الجزائري ومع الشعوب، مع جميع الشعوب المنطقة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. طبعا يمكن يكون شي المخابرات الجزائرية هنا، لأن طبعا حتى العناصر المخابرات سواء الجزائرية والمغربية وحتى البوليزاريو كتكون عندهم حتى هما مواقع إلكترونية وكيحاولوا يأثروا على الرأي العام من خلال التعليقات. إلى هنا أنهي هذا اللايف، وتحية نضالية وليلة سعيدة، وتصبحون على